السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله قلوبكم إن شاء الله بالذكر والاستغفار. كما كتلاحظوا صفتينها اليوم السفة بالشعرية اللي كتجي رائعة وكتجي طيبة وزوينة، وغادي نضيف لها واحد جوج مكونات اللي غادي يزيدوا يعطيو لها مذاق اكثر ويزيدوا يطريو لنا الشعريه ديالنا. نقولوا بسم الله على بركه الله. ما نطولش عليكم، نخليكم مع طريقه ديال السفه بالشعريه. عندي هنايا البنات 2 كيلو ديال الشعريه بالنوع الممتاز. الشعريه ضروري ما تكون هكا صفراء، الا كانت الشعريه بيضاء غادي تعجل لكم، وكونوا اكيدين انها غادي تعذبكم حتى في الخدمه. صافي انا غادي ندير ديك 2 كيلو ديال الشعريه ديالي، وغادي نضيف لها شويه ديال الزيت عاديه، وغادي نبسسها مليح. ضروري ما تلبسوها مليح بالزيت، وما تخافوش من هذيك الزيت راها غادي تغسل، ما غاديش تبقى لكم في الشعريه. واخا غادي تكثروا الزويته وغادي تبسسوها مليح، ما تخافوش منها، ما غاديش تجي مزيته، لحقاش الزويته غادي كلشي تهود في البرمه، واصلا غادي حنايا نغسلوها، ما غاديش تبقى فيها لا زيت لا والو. يعني غير خدموها هكا بهاد الطريقه، عطيو لها الزيت مليح وبسسوها مزيان بديك الزيت باش من تفور ما تعجنش ليكم. في هاد الاثناء انا البنات راني دايره البرمه ديالي تسخن، غادي نرد هاد الشعريه تفور واحد المده ديال 20 دقيقه، وغادي نولي معاكم نكمل معاكم الطريقه. انا هنايا غادي نغطي الكسكاس ديالي باش في الساعه تفور لي ديك الشعريه ونولي معاكم. هنايا البنات من بعد ما فاتت 20 دقيقه كانت الشعريه ديالي تفورات مليح كما كتشوفوا، البخار خارج بها. هنايا راها تفورات مزيان، غادي نردها هنايا في القصعه، وغادي ندير عليها الماء. غادي ندير عليها الماء نغطيها بالماء. ضروري ما ديروا هاد الطريقه، الشعريه ديالكم كتجي طيبه مزيان، وفي نفس الوقت ما كتاخذش طياب بزاف في الساعه كطيب. من ديروا لها هاد الطريقه هذه غادي ندير عليها هنايا الماء مليح، نغطيها بالماء ونخليها واحد المده ديال 3 دقائق حتى ل4 دقائق، ونولي عندها. ما تفوتولهاش 3 دقائق 4 دقائق، بحيث الا فتوا لها الوقت غادي تعجن ليكم. غادي ديروا لها هاد الطريقه هذه، تغطيوها بالماء مزيان وتخليوها غير واحد 3 دقائق حتى ل4 وتوليو لعندها باش تصفيوها. هذه هي البنات الشعريه ديالي من بعد ما خليتها واحد 3 دقائق. شوفوا كي كيتبدل اللون ديالها. غادي هنايا نصفيها مزيان في واحد الشبكه بحال هكا كما كتلاحظوا في الفيديو، تكون ما تخرجش لكم، ولكن تكون يعني تكثر لكم داك الماء مزيان، تكونوا متاكدين انها غادي تكثر لكم داك الماء مزيان. غادي نصفيها مليح في هذاك الشبكه، وغادي نولي نكمل معكم الطريقه. هنايا انايا صفيتها مزيان كما كتلاحظوا، نشفتها بداك الماء، وغادي نولي نكمل الطريقه ديالي اللي غادي نديرها لها. غادي هنايا ندير لها واحد شويه ديال المليحه على حسب الذوق باش طيب معاها، باش تعطي لها بنه اكثر. وغادي ندير لها شويه ديال الزويته. كما كتعرفوا هذيك الزيت اللي كنا درنا لها في الاول راها تغسلت في الماء، وتقدروا الا ترديتوها هكا طيب غادي تعجن. ضروري ما تبسسوها عاود بالزويته مليح مليح، وما تخافوش الزيت. يعني غادي واخا ديروا لها الزيت راها كلشي غادي تهود في البرمه، ما غادي تجي لا مزيته لا والو، غادي تجيكم هكا زوينه وما غاديش تعجن لكم. تبعوا هاد الطريقه وان شاء الله غادي تنجح معكم السفه، وغادي تطيب لكم باسرع وقت، وغادي تجي زوينه وما غاديش تجي معجنه. انا هنايا كنحاول انني نبسس الشعريه ديالي مليح، وغادي نهزها نردها تفور ونولي معكم باش تشوفوا الطريقه اللي غادي نعاودو نديروها لها. هنايا البنات غادي نردها تفور واحد المده ديال 15 دقيقه. غادي غير تشوفوا طلع فيها الفوار، غادي تحسبوا لها 15 دقيقه وغادي تقلعوها. من بعد البنات هنا ما تفورت لي، خليتها 15 دقيقه من بعد ما طلع فيها الفوار. هنا انا راني قلعتها كما كتلاحظوا. ما تخافوش منها، واخا تشوفوها يعني هكا كملت اللصقه راها كتحل حبه على اختها،
وما كتجيش معجنه. غادي نبديو هنايا نديرو لها الماء، وحنا كنبسسوها بالماء، نعطيو لها الماء القياس ديالها ديال الماء، يعني نشربوها الماء بحال كما كنديروا الطعام. كما كنبسسوا الطعام بالماء غادي نبسسوا حتى الشعريه بالماء مزيان، وكنحلوها بالماء وكنخليوها تشرب واحد المده ديال 2 دقائق ولا، وعاد نوليو نعاودو لها التفويره الثالثه. كما كتلاحظوا في الفيديو انا هنايا كنحل بالماء، ضروري من هاد الطريقه ما تحلوها بالماء مزيان باش ما تعجنش لكم الشعريه وباش ما تجيكمش خضره. خصها تعطيوها الحق ديالها ديال الماء وانتم كتحلوها. اما كما كتلاحظوا في الفيديو الشعريه ديالي تحلت حبه على اختها، ما معجنه ما حتى حاجه، يعني كونوا اكيدين انها غادي تصدق لكم الا تبعتوا هاد الطريقه. ملاحظه البنات، انا كندير نعاود لها غير بالماء بارد، ما كنعاود لهاش بالماء طايب، ماء عادي من الروبيني باش راني كنعاود لها. صافي البنات، غادي نخليها واحد المده ديال 2 دقائق ولا 3 دقائق تشرب لي داك الماء ونولي نجمعها. انا هنايا كنت مشيت توضيت، خليتها يعني بلا ما توضيت، جمعت ليا شويه بداك الماء يعني شرباطو، وعاد وليت غادي نردها في القدره. كما كتشوفوا شاربه الماء ديالها وجايه الحبه معزوله على اختها، كل حبه البنات كتجي معزوله على اختها، يعني ما تخافوش بها نهائيا انها تعجل لكم، غادي تصدق لكم 100% وغادي تجيكم زوينه، وان شاء الله اللي كلاها عندكم غادي يشكرها. انا كنهضر هنا على البنات المبتدئين، اما الحريفيات تبارك الله عليهم الله يزيدهم والله يكمل عليهم بالخير. اما البنات اللي اول مره كيديروا هاد الشعريه كنقول لكم غير تبعوا الطريقه انها غادي تصدق لكم، واي واحد كلها عندكم ان شاء الله غادي يشكرها. وكاع كنبغيو نديروا شي حاجه وكنبغيو يشكروها لنا، وكنبغيو يعني من كيشكروها لنا كنفرحوا، وهاد الشعريه غادي تصدق معكم باول استعمال ان شاء الله. هنايا في هاد الاثناء مشيت نصايب الزبيب ديالي اللي هنايا غادي نعسلو هو والمشماش. غادي نوريكم الطريقه اللي كنعسل بها الزبيب. انا هنا غادي ندير واحد نصف ملعقه ديال القرفه وواحد شويه ديال الفاني حبيبات باش ينسم لي هذاك الزبيب. اما الا بغيتو كانت عندكم فاني سائله تقدروا تستعملوها. وغادي ندير واحد 4 ديال المعالق ديال السكر حبيبات، وغادي ندير واحد شويه ديال الزويته غير باش تعطيني داك اللون مذهب. الا كان عندكم هنايا الا كان عندكم الروح ديال الزهر تقدروا تضيفوه حتى هو كيعطي لها واحد المذاق رائع. ونفس الطريقه اللي درتها الزبيب غادي نديرها حتى المشماش، غادي ندير داك الفاني وغادي ندير السكر حبيبات وغادي ندير واحد شويه ديال القرفه وغادي ندير شويه ديال الزيت باش تعطيني داك اللون هكا كما قلت لكم مذهب. وغادي ندير الماء على حساب الكميه اللي عندي. من بعد هنا ما طاب لي هذاك الزبيب كما كتلاحظوا في الفيديو ضفت عليه واحد المعلقه ديال العسل وواحد المعلقه صغيره ديال الزبده باش يزيد يتعسل لي هذاك الزبيب ديالي. وحتى داك المشماش درت له نفس الطريقه. هاد الطريقه صدقوني غادي يجيكم داك المشماش معسل وغادي يجيكم العسل ديالو غادي تجيكم هكا خضره وزوينه كما كتشوفوا في الفيديو. وشوفوا هذيك الزويته اللي كنديروها تبارك الله كيجي هذاك المشماش يبريي كيعطي واحد اللون رائع. وهنايا البنات انا داك الزبيب ديالي راني نقصت عليه النار وخليته كيطيب بلاتي عليه باش يجي طايب مزيان، يعني مزيان طيبوه غير بلاتي لا هو لا داك المشماش باش يجي هكا معسل مليح. وهنايا الشعريه ديالي من بعد ما تفورت راني قلعتها كما كتلاحظوا في الفيديو راها طايبه، ولكن غادي نزيد لها غير واحد شويه. انا الشعريه كتعجبني طايبه مزيان، تعجبني طايبه كترجف،
ما كتعجبنيش من ناكلها نحس بها انها فيها شي حبات خضر، ولا انها ما مهمه خصني نطيبها مليح. انا غادي نعاود لها هنايا واحد شويه ديال الماء وغادي نرجعها تزيد تفور غير واحد 10 دقائق، لحقاش راها طايبه ما غاديش نكثر ليها بزاف دابا الطياب. غادي نخليها طيب واحد 10 دقائق وغادي نولي نكمل معكم المرحله الاخيره ونشوفوا التزيين اللي غادي نديروا لها. هنايا من بعد ما شربت لي داك الماء خليتها هكا واحد 3 دقائق كما قلت لكم، شربت داك الماء اللي كنت درتو لها. غادي نردها تفور، غادي نشوف يعني نخليها تطلع فيها ديك التفويره ونحسب لها 10 دقائق ونطفي عليها البوطه صافي ونقدموها ان شاء الله باذن الله. وهنا البنات كما شفتوا داك الزبيب ديالي كي كيجي معسل ما شاء الله، كيجي زوين كيجي رائع. وشوفوا كي كيجي مذهب اللون ديالو، مهمه ما كيحشمكمش، كيجي واحد الزبيب اللي زوين هكا. تقدروا ديروه حتى في الكسكس، تقدروا ديروه يعني في بزاف ديال الحوايج، تقدروا تعسلوه بحال هكذا. شوفوا المشماش كي كيجي العسل ديالو كتجي هكاك متماسكه وكيجي لون مذهب وزويون. وهنايا الشعريه ديالي راها قربت توجد صافي، غادي نطفي عليها البوطه وغادي نقدمها لكم ان شاء الله وتشوفوا الشكل ديالها النهائي. غادي نوري لكم واش غادي ندير فيها، يعني اللمسات اللي قلت لكم غادي نزيد فيها واحد جوج لمسات كيزيدوا يطريو لنا عفوا ديك الشعريه وكيعطيو لها واحد المذاق رائع. اللمسات اللي غادي نزيد لها جوج ديال الاضافات اللي غادي نزيد لها. غادي نزيد لها الحليب، هنايا ما كناش كنديروها بالحليب، اليوم الانسان راه ولا كل مره وبنادم كيتقدم وكيزيد يفهم بزاف ديال الحوايج. غادي نزيد لها واحد الكاس كبير ديال الحليب كيزيد يعطي لها واحد يعني كيزيد يطري لنا ديك الشعريه ديالنا وكتجي زوينه، وحتى المذاق كيزيد لها مذاق رائع. وغادي نديروا لها واحد شاسيه ديال الفاني اللي كيزيد حتى هو كينكه لنا ديك الشعريه وكيطلق فيها ديك النسمه ديال ريحه الفاني. انا كنحماق على الفاني وكيعجبني نستعمله بزاف في اي حاجه كنستعملها، كيعجبني نكهها بالفاني. صافي كما شفتوا راني بسستها مزيان بالحليب ودخلت فيها ديك يعني داك الحليب بسستها فيه مزيان، وغادي ندير عليها ديك الفاني اللي قلت لكم. هنا الا كان عندكم حتى جوج تقدروا تستعملوهم، انا كانت بقات لي غير هذيك الحبيبه صافي. وغادي ندير لها واحد جوج معلقات ديال الزبده، اي زبده بغيتو تستعملوها البنات، ماشي المهم تكون زبده يعني شي حاجه اللي زوينه، اي حاجه اي زبده كانت عندكم تقدروا تستعملوها. البساطه هي احسن، كلشي يعني بالبساطه. انا هنا يعني دايره عفوا راني دايره مستعمله الزبده ديال القابصه. وغادي ندخل مزيان هذيك الزبده مع داك السكر حبيبات اللي ضفت لها. ضيفوا السكر على حسب الذوق وعلى حسب الكميه اللي عندكم. غادي نبسسها هكا مزيان. شوفوا تبارك الله كي كتجي رائعه، ما كتجي لا معجنه وكتجي طايبه هكا كما كتلاحظوا في الفيديو، طايبه وكتجي مليحه. يعني غير جربوها وما غاديش تندموا البنات صدقوني. هنا غادي نضيف لها وغادي نزيد نبسس عاود داك الزبيب مع ديك الشعريه ديالي هكذا مزيان. داك الزبيب ديالي نزيد نبسس به لحقاش اصلا داك الزبيب معسل كيزيد يطلق لنا ديك النكهه ديالو في الشعريه ديالنا وكتزيد تعطي لنا مذاق رائع. كتذوقوها تشوفوا واش خاصها سكر واش خاصها زبده، نتوما كتشوفوا كتعرفوا بالمذاق ديالكم واش خاصها. هنايا في المشماش ديالي غادي نصاوب به هكا واحد الوريضه. غادي نحل المشماشه في الوسط وغادي نلصق وحده قدام وحده. غادي ندير عليه واحد شويه ديال الجنجلان وغادي نلويها بشكل على شكل وريضه. ما تخافوش منها راها ما كتحلش، هذاك العسل اللي كيكون فيها هو اللي كيشد لكم ديك الوريضه. غادي نزوقوا بها هكا في الاخير. شوفوا كي كتجي وريضه زوينه رائعه، غير داك العسل هو اللي كيشد لكم ديك الوريضه. صافي البنات هنايا في هذا الاثناء غادي نمشي ندير السفه ديالي في الطاوله اللي غادي نقدمها. غادي ندير في الساعه هنايا راني في الساعه ندير لحقاش مشى الحال. انا هنا كنت كانوا وصلوا الضيوف ديالنا، كانت الوالده ديالي كتصوني عليا ما بيني وبين دارنا واحد 15 دقيقه ولا. كنت غادي نمشي تما نشرب معاهم اتاي ديال العشيه مع الضياف ديالنا، وديت معايا هاد السفه وكنت بطيت شويه وزوقتها هكا غير واحد الزواق عشوائي بالخف. اما نتوما تقدروا تفننوا فيها على خاطركم، يعني ديروا لها واحد الزواق اللي يكون رائع وزوين. انا هنايا يعني غير عطيت لكم الافكار وانتم يعني تقدروا تبدلوا فيها وتذوقوها يعني تفننوا فيها.
انا هنا كنت غير بالخفه البنات. وكما قلت لكم شوفوا السفه كتجي طايبه، المهم هي السفه ديالكم تجي طايبه وزوينه. انا راني عودت لها غير بالماء بارد ماشي بالماء سخون، وجات طايبه، جات رائعه. في زعما كلمه نقدرش نشكرها لكم، تبارك الله كلينا وما شبعناش منها. صافي انا درت تما داك السكر، كنت طحنت غير السكر حبيبات ورديته سكر كلاصي وزوقت به. اما داك الزواق يعني هذاك السكر كلاصي كيدوب كيمشي ما كيبقاش الديكور ديالو هكاك باين. نتوما تقدروا تفننوا فيها كما قلت لكم. هذاك الزبيب انا ما كانش خاصني نديرو تما مور ديك الوريضه، كان خصني ندير القوقو باش يجي هكا لون مختلف، لحقاش الزبيب كيفو كيف المشماش ما جاش عاطي واحد الديكور اللي باين. اما نتوما تقدروا يعني تقدروا تبدلوا يعني الالوان، ديروا ديك الوريضه وديروا القوقو ديالكم اللي هكا تكونوا طحنطوه ولا لوز ولا اي حاجه عندكم يعني، وتجي هكا لواحد اللون اللي يجي هكا مباين ومتغاير على اللون اللي تكونوا درتوه. صافي انا هذه هي السفه ديال البنات، نتمنى من الله تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. ونقول لكم كانت معكم جاسين. اللي كان اول مره كيشاهد الفيديو ديالي وكيشوف القناه نتمنى من الله يدعمني ويتابونا عندي، وعلاش ما يخليليش واحد اللايك ويدعي معايا في واحد الكومونتير. وكنقول لكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. الى اللقاء، شهيه طيبه باذن الله. بارك الله فيكم وارضاكم وارضى عنكم ان شاء الله.